اكبر تحدي للذكاء الاصطناعي في 2026. حطيت الخمس عمالقه شات جي بي تي، جروك، ديب سيك، جيميناي، كلود في اصعب تحدي ممكن، بناء لعبه ماينكرافت كامله من الصفر بدون اي محرك العاب وفي 30 دقيقه بس. النواتج كانت مذهله، بس الصدمه ان واحد بس اللي قدر يخلي اللعبه جامده من غير رغي كتير. يلا بينا نخش على شات جي بي تي ونديله البرومت الحلو ده ونقول له يلا. بطيء قوي بطيء قوي شات جي بي تي فعلا. قعد يفكر لمده 3 دقايق قبل ما يطلع لي اي كود. بقاله 7 دقايق لحد دلوقتي. في الوقت ده انت كنت ممكن تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس. اوه كونكشن لوست اتمنتنج تو ريكونكت. دي مشكله كبيره قوي. بعد ما وصلنا للكود ده كله انا قلبي وقع في رجلي. ماشي ننقل الكود بس كده النص ده ونكمل. الحمد لله عارف يكمل اهو. هي اللعبه تقيله فعلا ولعلمك علشان كده ماينكرافت مبنيه بالجافا. ناقص 8 دقايق. انا مش متخيل انه بقى ناقص 8 دقايق وكل ده واحنا لسه في اول كود لينا. الموضوع كبير قوي بس خلص. يا اخيرا ناخد كود كوبي ونروح نعمل له بيس. في ايرور تقريبا، نسي يحط براكت هنا، نصلحه كده بسرعه. تعالى نعمل ريفرش. اشتغل فعلا. اوكي يا لهوي دي ماينكرافت يعني بمنتهى البساطه. دي ماينكرافت. شويه تكشرز ناقصه تتحط بس دي حاجه بسيطه ممكن اقولها له. بس عندنا زرع، عندنا نجيل، عندنا ديرت، عندنا ميه وساند. الفجر ده بيكسر كمان وبينط حلو. هو بس الحركه بالعكس يعني برضو اللي هو اللي بيطلع قدام هو اللي بيرجع وراه. فانا بتك اس دلوقتي عشان اعرف اطلع قدام. تعال نبص على الهيلب منيو كده. في مثلا سبيس، في شيفت ان انا اسرع، في كرافت. حلو قوي. تعال نشوف. فكده احنا ممكن نعمل وود لوج بلانك ستون. تعال نعمل كده دي ونتك كرافت. يعني هو اعتبر ان النجيله هي الخشب. وودن بيك اكس كده. ده الودن بيك اكس حلو. في ستون بيك اكس بس ده لو جمعنا ستون. انا شايف الدنيا بتضلم. يا لهوي يا لهوي ده دي نايت سايكل فعلا جامد قوي. والليل شكله حلو يعني عامله كلر مظبوط. احنا ممكن بقى نحفر بالبيك اكس اللي احنا عملناه عشان نشوف هيبقى اسرع ولا لا. اسرع فعلا. يا لهوي. اوكي ممكن نوصل كده تحت. ده شكلها ايرن. بيبص بطيء قوي بس حلو جدا اهو. طلعت حاجه راندوم فعلا. وفي هنا ايرن تاني. كده ده كهف كده. دي ماينكرافت فعلا بس بنحفر بالراحه قوي. يا لهوي يعني كنت تعملها اسرع من كده شويه. بس كده تمام كفايه مش هعمل التاني. في حاجه سودا هناك اهي اخر الماب. تقريبا اخر الماب. تعال نرجع كده عشان ناقص حرفيا 30 ثانيه. شيت. والتايم خلص. يا لهوي. قلت له حط لي زومبي وقلت له حط لي سيف وهيلث بار وهو اداني الكود اخر كده. قال لي روح صلحه انت بنفسك مش هقعد اكتب لك الكود ده تاني. فادوني دقيقه كده. كنت عايز اجرب السيف بقى. فاحنا عايزين نجمع مثلا سيف خشبي. تعال نشوف. بيك اكس، في ستون بيك اكس برضو، بلانكس كمان. في سورد. في وودن سورد وفي ستون سورد كمان. احنا ممكن نختار اي حاجه فيهم. اهو كرافتبل. ايوه بس بقى معانا سيف جامد. زومبيز. عندنا زومبيز. هم واقفين متحركوش كده. الرعب ده. حاسس ان هم باصين لي كمان. ايه الرعب ده؟ ما بنقصوش. بلوك اللي ورا ايه ده؟ اختفى. ماتوا ولا عشان الصبح طلع؟ تقريبا الصبح طلع فعشان كده ماتوا. وده منطقي جدا زي ماينكرافت. يعني ماينكرافت بيقعدوا يتحرقوا. بدنا كمان نعمل ايرون سورد. بالظبط بيك اكس وايرون سورد كمان. انا عاجبني قوي الدراج دروب ده. دراجون دروب جامد قوي. بقينا بنكسر كمان الايرون اسرع. فاكرين ما كناش بنكسرهم اسرع بس دلوقتي عشان معانا ستون بيك اكس بص بقت اسرع بكتير. الليل جه اهو. يلا بينا. عايزين ندور على زومبي. ايوه نخش بالسيف. ما لحقتش اعمل سيف حديد بس ممكن نخش بالسيف الخشب. حاول ننقصه. مات. ماشي بيموتوا. مات ده كمان. يعني بيموتوا فعلا. لا ممتاز. تحفه الشات جي بي تي. اللي بعده نروح على جروك. حطيته على 4.1 وده احسن موديل عندهم. ودخلت على ال ام ارينا عشان بيديني الموديل ده مجانا تماما. كنت عامل جنريت للبرومت الحلو ده. ناخده كوبي كالعاده ونعمل له بيست. تمام. لسه مفيش اي نتيجه لحد دلوقتي وداخلين على دقيقتين. اوكي وبيقول لي here is a completely fully playable fully single file HTML style. ايه كل ده؟ انا متحمس لجروك لانه اول مره اشوفه بيكود. اول ما ايلون ماسك اعلن انه في جروك انا قلت جروك ده هيبقى زي اي واحد تاني على تويتر. فان هو يعمل لعبه كامله في نص ساعه. متحمس اشوف النتيجه بصراحه. تمام خلص اهو. ناخد الكود كوبي نعمل له بيست نفتحه في البراوزر. تمام مفيش اي حاجه. اعتقد في ايرور. اتمنى بس يعرف يصلح الكود. خلص اهو. وقال لنا في عدد السطور كمان نفس المشكله تاني. تاني ايه؟ تاني يا زكي.
تاني يا هايف يا تافه. عجبني رده قوي اللي هو here is a 100% fully tested working version on Chrome Firefox. بتهزر كداب، انت ولا رحت جربت الكود ولا اي حاجه، انت ما لحقتش. عدينا 8 دقايق ومفيش اي نتيجه تماما. قال لنا في عدد السطور كمان ونفس الايرور تالت مره. لا بتهزر مش معقوله. ثانيه واحده، انا شايفه بيدور على البراوزر على كود جاهز لماينكرافت ولقى الموقع ده، وفي واحد عامل حاجه زي كده تقريبا وهو عايز يسرق الكود منها. يا نهار ابيض، ده عايز يسرق الكود فعلا. ما اسمهاش سرقه، هي اوبن سورس، بس هيكتشف انه في فايلات كتير فمش هيعملها اعتقد. فعلا 3GS ماينكرافت. طبعا انا ما عنديش مانع تماما ان هو ياخد الكود منه ويطلع لنا نتيجه كويسه، يعني لو طلعها في نص ساعه ده يبقى انجاز، يبقى جروك فظيع. لا وشوف كمان الوقاحه بتاعته وقله الادب، اللي هو بيقول لي روح انت شوف البروجكت ده وانقله. ايه ده صباح الفل يعني. طيب تعالوا ناخد اخر كود، نعمل له بيست ونعمل ريفرش. مفيش فايده، نفس الايرور بتاع 3GS. انا تعبت، ما طلعش اي نتيجه والوقت خلص. اللي بعده معانا ديب سيك دلوقتي، حبيب الملايين، العملاق الصيني. يعني الشعب الصيني ماله حل، يعني كل في كل ومجانا والدنيا زي الفل. نبتدي ان احنا نكوبي البرومبت ونحط على طول. قاعد بيشرح لي، انا مش فارقه معايا. طلع نتيجه على طول، سريع سريع قوي. فعلا الشعب الصيني ماله حل. اوكي خلص الكود، نعمل كوبي. يا نهار ابيض 1800 سطر، ايه ده. طب يلا نشغله في البراوزر. دي اول حاجه كده تظهر في الوش على طول، بس الشاشه سوداء وعمال بيحمل والبراوزر كراش. ماشي نستنى كده، هل في ايرور مثلا ولا اي حاجه؟ مش عارف يعني اللعبه تقيله على البراوزر ولا ايه بالظبط. انا كنت متحمس له جدا بصراحه، بس مش عارف الموضوع ان البراوزر يهنج دي يعني مشكله كبيره شويه. نبعت له الايرور ونشوف. تمام قال لي صلح الكود بنفسك، ويلا ادوني دقيقه كده اصلح الكود بنفسي. تمام انا كده عملت كل حاجه هو قالها لي. تعالى نعمل ريفرش ونشوف نفس المشكله. طيب هي مشكله 3GS، اتمنى ان هو يعرف يحلها. المشكله دايما بتاعت 3GS بتبقى ليها علاقه بالكورز بتاعت البراوزر، اللي هو ما ينفعش ان انا انادي على فايل من بره عشان الامان وبتاعه، فهي بتتحل بطرق معينه يعني. اتمنى ان هو يعرف يحلها، اتمنى. قال حاجه دلوقتي جامده جدا، خد جرب الكود الصغير ده وشوف لو 3GS شغاله فيه. ممتاز. وال3GS شغاله عادي جدا، معنى كده ان هو بيعرف يحدد فين الايرور، ودي احسن طريقه اصلا فعلا ان انت تطلع الايرورز جوه البرنامج بتاعك، ان انت تعمل برنامج صغير منه وتجرب وتشوف. بقالنا 10 دقايق بيفكر تاني، ناقص دقيقتين. معقوله في اخر دقيقتين ممكن يحصل حاجه؟ كامباك بنت لذينه. يلا نعمل كوبي بسرعه بيست. اوكي في حاجه بتحصل، مفيش ايرور. ده ممتاز، صلح الايرور فعلا. هو بيقع تقريبا، انا شايف شاشه رمادي قدامي بس اللعبه مش شغاله، مفيش حاجه باينه. ده اكيد اخر برومبت، ناقص 30 ثانيه. اوكي التايم خلص، بس كده كنت كاتب البرومبت. خلينا نشوف، نجرب اخر كود. نفس المشكله. طيب انا كنت متحمس قوي اشوف النتيجه بتاعت ديب سيك، فانا هعمل حاجه ما بعملهاش في الفيديوهات دي خالص، وهي ان اصلح الكود بنفسي. ادوني 5 كده. 3 days later. تمام طلعت مشكله عبيطه كالعاده، ويعني ده عيب دايما الاي اي، ان انت لو انت مش عارف الكود اللي مكتوب انت هتتعب قوي. تمام اللعبه شغاله. اوكي في شويه مشاكل ملحوظه طبعا، بس تمام. اللي بعده نروح على جيميناي، ننقل البرومت على طول ونبتدي، وكمان نحطه على الكانفاس بحيث ان هو يعرف يعدل على الكود على طول من هنا. تمام خلص، نعمل له كوبي، نخش هنا ونعمل بيست 491 سطر. ده كويس برضو. نفتح البراوزر. اوكي مشكله، نكوبي الايرور ونعمل له بيست. تمام صلح الكود، نعمل له كوبي تاني. اوكي دي النتيجه. خلينا نبص كده، انا شايف شويه جزر فوق بتفكرني كده بلعبه ليجند اوف زيلدا. الحركه كويسه جدا جدا. ممكن نحفر. فعلا ممكن نحفر، فاحنا نقدر نحفر جامد. لحد دلوقتي انا شايف نتيجه محترمه جدا. ممكن كمان ناخد المربعات اللي نزلت دي. طب ممكن ابني بقى. ده في بص يعني 1 2 3 4 كمان ببدل ما بين الايتمز اللي ممكن ابني بيها، ده حلو قوي، او اللي بستخدمها. ممكن نبني بيت مثلا هنا، في انفنتوري كمان، وفي هيلب منيو بحيث ان اعرف الزراير. عايزين بقى ترابيزه مثلا، كرافتنج تيبل، فاحنا ممكن نرجع تاني ونقول على الحاجات دي. بس النتيجه محترمه. هو فيها اساسيات ماينكرافت. هو نسي يحط تقريبا جراوند فلور، بس انا حاسس انه ده جبل. طيب احنا ممكن ناخد سكرين شوت يمكن يفهمنا. طيب خلص اهو، خلينا ناخد كوبي للكود. هو في حاجه حصلت يعني، في تغيير شويه، بس انا مش شايف النتيجه اللي انا عايزها، ولسه شايف نفس الجزر نفس كل حاجه. لا نرجع له تاني وناخد سكرين شوت يمكن يفهم المره دي. خلص اهو، ناخد كوبي للكود الجديد ونعمل ريفرش. يا لهوي نفس النتيجة تاني، نفس النتيجة. هو يعني بقالنا 3 مرات او 3 محاولات وتضييع وقت قد كده، ونفس الحاجة مش قادر يعملها. طيب تعال نركز على حتة تانية. انا شايف انه في ريسيبيز، في كرافتنج تيبل، فتعال نعمل بيك اكس او فاس. ماشي حلو، يعني في نتيجة كويسة في حاجات تانية كتيرة. طيب انا مش هضيع وقت اكتر من كده، وهرجع له تاني واديله اخر كومنت انه ناقص 16 ثانية.
خلص الكود. اوكي، نفس النتيجة دي كانت نتيجة جيميناي. يعني هو عندنا حاجات ايجابية كتير، عندنا بيلدينج سيستم، عندنا ان انت تعرف تجمع الحاجات، عندنا ريسيبي ماشي حلو، بس يعني دي كانت نتيجة جيميناي، في احسن بكتير. اللي بعده دلوقتي معنا كلود، نبتدي ان احنا نكوبي الكود ونحطه على الاوبس ونعمله على الاكستندد ثينكينج ونبتدي ونشغل تايمر. اخيرا خلص بعد ما قعد 6 دقايق كاملين. ناخد الكود نعمله كوبي ونخش هنا ونعمله بيست. 2943 سطر. انا اول مرة اشوف برومبت بالحجم ده. بيت كوبرا ايه ده؟ تعال نجرب فوكسل كرافت، في كمان سي، في لود وسيف جيم كمان. اوكي، انا اولا انا مش عارف انط، ثانيا في حاجات كده غلط كتيره، منها انا برجع قدام وورا بالعكس كده زراير والبلوكس زي ما انتوا شايفين كده. طيب خلينا نرجع له تاني بسرعه، نصلح كده المشكله دي ونرجع نلعب تاني. تعالوا نجرب نغير السيد، غير الماب، فده حلو جدا. ممكن نفضل نحفر لتحت، ممكن نبني ممكن نبني فعلا. يعني البنى والكلام ده كله هو شغال وبيبني زي الشجر بالظبط، الشجره اهو، وبيحفر بالراحه كمان. يعني حفر دي اسرع. ده احنا ممكن نزود موبس كمان او زومبيز. في هنا كيفز كمان. ايه ده ممتاز. ناقص 18 دقيقة لحد دلوقتي. اوكي، انا اتكيت اتش بس طلع لي كذا حاجة. في زرار شيفت بيسرع، في كرافت اللي هو سي. تعال نجرب. اوه ده مظبوط من اول مرة. في وودن بيك اكس، في يا لهوي ده شبه البيك اكس فعلا، ده فاس. اوكي ممكن احفر اسرع مثلا دلوقتي. بيحفر اسرع فعلا. في حديد جامد. اول مرة يقول لي الريسبونس خلص واعمل كونتينيو. عجبني ان هو بيرن كوماند جوه ال HTML. شفت دي بيقول لي let me create it in smaller parts عشان هو عارف ان الفايل طويل جامد قوي. يعني هيقسم الفايل لاجزاء ويجمعهم مع بعض. انا عارف ان ال LLMs مش بيفكروا وهو مش فاهم ايه اللي بيكتبه، بس كون ان هو بيفكر في حاجه زي كده ده منتهى الذكاء. هو ناقص 8 دقايق. لو لاحظتوا هو كتب كل الكود في نفس السطر اللي هو بيبقى اسمه المينيفايد فايل. ده بيبقى فايل مساحته صغيره جدا ومش بيتقري من ديفلوبرز اللي زي حالتي، فده حل ذكي جدا. ده خلص اهو، هتشتغل اساسا. تعال نشوف. حاسس ان هو بوظ الدنيا. ايه ده، اول مره اشوف ده وانا مستخدم كلود بريميوم وخلصت الكوتا. انا اسف يا يوسف. ناخده كوبي، هو ناقص 5 دقايق اساسا، ونعمل بيست. بص 300 وشويه سطر عشان هو اختصر الفايل. جامد قوي. تعال بقى نشوف. نعمل فريش ستارت. ماشي. في بحر. احنا ممكن نوقف التايمر ونكمل بقى بعدين. 8 hours later. قلت له يضيف لي سيف ويضيف لي دي ونايت، يضيف لي موبس، يضيف لي دايموند اور. اوكي التايم خلص بس الكود لسه مكمل، فاحنا هنطبق الكود الاخير ده ونعتمد نتيجه كلود. لسه مكمل. يا لهوي خلص يا ساتر اخيرا. يا لهوي. نفتح بقى في ال HTML نفس المره اللي فاتت. دي المفروض كانت نباتات، هو غيرها. بس ايه ده الميه بتتحرك. بس بقى عندي هندسه على فكره. تعرف ان الكود المستخدم للميه هو نفس الكود المستخدم لللافا. المفروض بقى بالليل يجي وحوش. تعالى بس نعمل كرافت كده عشان نستعد. الله السما حلوه. انا مش شايف اي وحوش طلعولي. يمكن مفيش وحوش، يمكن. اوكي انا شفت حاجه، في واحد ظهر. اهو زومبي. يا لهوي. او ماي جاد زومبي. تعالى يا اسطى تعالى. ايه ده انا طرت ليه؟ ده طلع بيعض. ايه ده في ايه؟ هو انفجر. جامد. ننزل عليه بقى. احنا متنا بس يلا ماشي. رجعنا لنفس المكان. يلا بنقصوه اهو. فعلا هو ما بيموتش ليه؟ ما بيموتش فعلا. اوكي مات. لا بيموتوا. حلو قوي. في واحد كمان. ايه ده كتير. في تحسينات كتيرة. دي كانت واحدة من احسن النواتج واتقل الالعاب في البرمجة. كلود انت ابهرتني للمرة التانية على التوالي. طيب الخلاصة، النواتج كانت مختلفة قوي، فكان سهل اقول مين اللي كسب. في المركز الخامس جروك جودرا دي معرفش يخلص اللعبة، قال لي روح نزلها والعبها في جيت هاب. ايه القرف ده. في المركز الرابع ديب سي عمل كود كتير وكان سريع جدا حتى في النسخة المجانية، بس معرفش يشغل اللعبة في الاخر. المركز الثالث جيميناي نتيجة مقبولة بس معرفش يصلح مشكلة الارض. في المركز الثاني شات جي بي تي نتيجة تحفة بكل معنى للكلمة. شوية تظبيطات كده صغيرة كانت ناقصة، حرفيا لو كملت ساعة ممكن يصلح. ممتاز. في المركز الاول والفايز معانا النهارده كان كلود. ابسولوت بيرفكشن. شغل عالي جدا. مختلف معايا او شايف حاجه تانية قولوا لي في كومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. الفيديو الجاي هعمل لعبه كامله في اسبوع بالذكاء الاصطناعي. شكرا ليك انك وصلت لحد هنا. كان معكم كشري كود. استنوني في الفيديوهات الجايه. سلام.